الانتقاد الجارح لا يصلح الولد. أكيد هي عبارة قريتها وعجبتني وركزت معاها مليح وعرفت باللي أنه الحاجز اللي نبنوه بيننا وبين أولادنا سببه بعض الانتقادات، بعض الكلام، بعض التلميحات ولا التعليقات، هكا احنا ندوها كأنها مزحة، لكن عندها واحد الأثر فظيع فظيع جدا 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 على نفسية أبنائنا. جمعتكم طيبة، طابت أوقاتكم بكل خير. متابعي الغاليين، مرحبا، أهلا وسهلا بكم في قناتي وقناتكم بيتي الدافئ طمراست. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي راح نتكلموا فيه إن شاء الله على الانتقاد، انتقاد الأولياء لأبنائهم في الأسرة ولا في بينهم بينهم. المهم هذاك الانتقاد والآثار السلبية اللي راح ترجع على الأولاد. انا المره الماضيه كنت قلت لكم ان شاء الله في الفيديو هذا ان شاء الله راح نخصصوا لي التأديب. كنا ما نسموش لحنا عقاب وانما التأديب افضل لنا ولولادنا. في هذا الفيديو راح تشوفوا بعض المشتريات اللي شريتها من الخضر، نحط لكم عليهم الاسعار. اذا نبداو على بركه الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نشوفه في كثير من الأحيان أولادنا مثلا نحنا نقول أن نأدبوا فيهم، ننتقدوهم باش يتأدبوا، باش يرجعوا على هذاك السلوك اللي قاموا به. والخطأ هذا هو الخطأ أن ننتقد الشخص في حد ذاته، أني ننتقد ولدي في حد ذاته، مانيش ننتقد العمل السيء اللي قام به. راني ننتقده هو، مثلا شوف فيا بوجهك كذا، شوفي فيا بعينك يشبهوا العين وشو العينين فلان. وغالبا تكون فينا واحد الأمور داخل في أنفسنا نخرجوها في أبنائنا. تشبه مثلا خالتك هذيك المسمومة، ولا تشبه لعمتك ديك اللي دايرة كذا، ولا تشبهي الفلانة في العائلة. هاد الأمور اللي متعلقة بشكل، يعني بالشكل نتاع الأبناء ولا بشخصياتهم، نحاول نبعدوا كل البعد. إذا كنا احنا اللي أولياءهم ننتقدون بهذه الأمور ونهزوا ثقتهم بنفسهم، أما في الشارع ما مش راح يتلقاو إلا كل حاجة زينة. أي حاجة يقولوها لهم الناس يقولوا صح، مادام احنا والدينا راهم يقولوا لنا هكا، مادام أمي راهي والدتني وتقول لي هذا الكلام، مادام بويا راه يقول لي هذا الكلام، إذا صح هذه الحاجة راهي فيا. لأنهم دارين ثقة بلي الوالدين ما يكذبوا، الوالدين ما يقولوش حاجة خاطئة، في حين نحن مخطئين في هذه الحاجة، مخطئين ياسر ياسر. ماذا بينا حتى اللي راه يمارسها مع أبنائه يتخلى على هذه الصفة. كلنا عندنا الزلات، لكن احنا نتعلموا، أنا نتعلم منكم وانتم تعلموا مني، ونتعلموا من بعضنا البعض، كل هذا في فائدة أولادنا. لذلك نحاول نبعدوا كما قلت لكم على انتقاد شكل الأبناء، لأن حتى واحد ما عنده دخل فيه في خلقتي. والحمد لله رب العالمين، ربي يعطانا أبناء تامين الخلقة، الحمد لله يا رب يا رب، الحمد لله الحمد لله الحمد لله دائما وأبدا. نعزوا ثقتهم بنفسهم، نعرفون باللي اختلاف ألوانهم حتى في الأسرة الواحدة، تلقى كاين اللي اسمر، كاين اللي كحل، كاين اللي بيض، كاين اللي أشقر، كاين اللي عينيه بنيين. كل واحد كيفاش خلقوا ربي في الأسرة الواحدة. نفهموهم باللي هذا اختلاف الألوان راهو زين. أي حاجة نشوفوها لحنا فيها حديقة مثلا فيها الأزهار بجميع الألوان ولا في شحال من لون تعجبنا ويجينا لونها باهي، سبحانك ربي أحسن الخالقين. دائما ندخلوا من هذا الجانب، ما نعزوش الهوة بين الأبناء. إلا كانوا عندنا أبناء يعني مختلفين، كان اللي قصير، كان اللي طويل، كان اللي رجله كبيرة، كان اللي رجله صغيرة. هما احنا التنمر منين يبدا؟ يبدا من الأسرة. إذا انت كأم ولا انت كأب ضحكت على ولدك مثلا في حاجة كما خلقوا بها ربي، أخوته أكيد راح يبداو يضحكوا عليه، يتنمروا عليه، والتنمر ينتقل للشارع وكذا وكذا. يعني وكيفاش بغيتوا هذا الشخص ينوض واثق من نفسه و يعني وتكون عنده يعني إرادة قوية. ما كاش منها هذه. نحاولوا لحنا نتخلاو على هاد السلوكات، نتخلاو عليهم حتى وإن كانوا فينا، ونتعلموا سياسة الاعتذار. نتعلموا الاعتذار. أخطيت مع ولدك تعتذر عادي، ما فيها والو. قال يا ودي ولدي اسمح لي، راني لا زلت لسان وكذا وكذا، وتحاول تصلح الموقف
بكل سهولة معه، وحاجة عادية. أولادنا يتعلموا منا ونتعلموا منهم حتى حنا، بعض الأحيان بعض التصرفات فيما بيناتهم تتعلم منهم ياسر حوايج، تتعلم كيفاش تتعامل معاهم، تتعلم كيفاش تدخلهم الفكرة لراسهم، تتعلم كيفاش تجبدهم. لذلك نحاولوا نتريثوا في التربية، لأنها التربية واعرة 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 واعرة، لكن عندها واحد طرق بسيطة إلا تبعناها تمشي لنا الأمور بكل بساطة. نجو للنقطة الثانية اللي هي النقطة الثانية اللي بغينا نتكلموا عليها، اللي هي التأديب. كيفاش نعالجوا السلوكات السيئة عند ولادنا بالتأديب وليس بالعقاب. كما قلنا الضرب ما جاب فايدة، انه يتمرد عليك حتى واذا لم يتمرد يعني بشكل واضح بينك وبينه، يتمرد داخليا، ويجي الوقت اللي يولي ما يسمع ولا يولي عنيف بشكل آخر. لذلك التأديب، قلنا مثلا احنا درنا لهم مهام يومية باش ينظموا رواحهم وينظموا أوقاتهم وينظموا كتبهم وكذا. نهار يجي ولدك مثلا ينوضوا الصباح ما لمجش فراش وما جمعش الفراش، ما يعني بدل القش وخلى الأمور مرمية على الأرض، نتكلموا بالحسنى بدون صراخ، لأنه الصراخ يعلم الصراخ. أنا كنجي نعيط عليه أروح هنا سقم فراشك على ما درت هذه، هو أكيد راح يولد الصراخ، راح يرد عليك وإن كانوا بكلام عادي لكن بصوت مرتفع. دوك نجي نلمد، دوك نجي هاد العياط. كما قلنا الصراخ يعلم الصراخ. نجي بهدوء، فلان رانك مازال ما جمعت فراشك، اجمع فراشك وصلي مثلا، ونمشي نضرب دورة بكلام هادي ونطلع عليه، مازال راك هنا اجمع. حتى واحد ما راح يجمع لك هاد الأمور إلا أنت. إلا مدرسة أنت بيدك حتى واحد ما راح يجمعها. كل واحد عنده مهامه، عنده الوقت الكافي باش ننجزها. ما نعودوش أنا إنه الكبير يتكل على الصغير يقضي له أموره، ولا الصغير دائما الاتكالية. الصغار معليش أنا كنجي جاية نطل نلقاهم مثلا ما جمعوش كتبهم اللي ما يقراوش فيهم هذاك اليوم، ولا كراساتهم ولا فراشهم يعني ماهوش مرتب بشكل نفوت عليه نورمال عادي، نسقم الامور اللي تسقم عادي. لكن الكبار ابدا ابدا ما نحطش عليه ايدي. انت فراشك ملزم انك تلمه، قشك مجبر انك تهزهم عند مكان معين تحطوا فيه، تحطهم فيه. ما تخليش لي امورك مبعثره من وراك، لانه انا روحي لنفسي علي حق، انا روحي من حقي الراحه. تبارك الله كي راني نطيب الفطور والعشاء وننظف البيت بها ونعمت، ما تزيدنيش امور اللي زيد تقل عليا. والعقاب، العقاب او التأديب كما نشوفوا ياسر يقول لك النح الصغير هذا النح منه اللعبه اللي يبغيها، نقول له مثلا عندك 3 ايام ما تلعبش بها. انا نشوفوا ابنائنا ما همش متعلقين، حنا بعد خاصه في الجنوب ما همش متعلقين اطلاقا بالالعاب. أبنائنا متعلقين باللعاب مع الأقران، مع ولاد الجيران، مع ولاد الأخوال، ولاد الأعمام، المهم اللي قريب ليهم يبغوا يخرجوا يلعبوا. أنا هذه هي النقطة، هي اللي مبازي عليها. سقم أمورك، كملت أمورك، أي عندك واحد مثلا نص ساعة تلعب قدام الدار نشوفك كذا. المهم ولا المهم كل واحد وكيفاش الحاجة اللي متعلق بها. الكبار نشوفوا بعض التصرفات السلبية اللي تدير الحاجز بينك وبين أبنائك، انك مثلا كي ما يديرش يعني واجباته ولا ما يديرش الحوايج اللي لازم عليه يقوم بهم نحقروهم. ما نتكلمش معاه. قالوا الخليجيين ودي الساعة المباركة، هما فيهم لاجر انك ما تتكلمي معاهم هنيتيهم من كلامك ومن صقاك. لذلك عادي عندك اساليب اخرى للتأديب. جمع فراشك ولا جمع كتبك ولا نوض كذا، ما دار هذيك الحاجة اللي بايديرها عنده وقت معين ما نجيش المهمة، نهز لي الحاجة اللي يبغيها تتهز. والكبار عندهم العكس، عكس من الصغار. الكبار عندهم مثلا يبغوا يخرجوا، عندهم تدريبات رياضية مثلا، عندهم ديمون تاع بيان سبور يتنح عادي. نهار كومبلي ما كان لكم الديمون، نهار كومبلي ما كانش لكم الخرجة للرياضة هذيك اللي باغي نديروها، لأنكم ما قمتوش بهذا، ما قمتوش بواجباتكم في الدار.